هتفرج معاكم وهناخد ردود افعال مباراة الزمالك وفاركو وربنا يستر. وقلت من امبارح والله وانا بعمل الفيديو ربنا يستر يا زمالك من اللي في بالي، واتمنى ان دفاع الزمالك ما يورطناش النهارده في اهداف مبكره، واتمنى ان دفاع الزمالك النهارده ياخد باله من رزق حمرون ومن شكري نجيب، لان زي ما احنا عارفين الزمالك عنده مشاكل دفاعيه الفتره الاخيره. السلام الوطني، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله كده ونقدر احنا اللي نخطف هدف في اول ربع ساعه نسهل المباراه على نفسنا. يلا بقى بسرعه، اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك يا اخواتي ولايك، ويا رب الزمالك يكسب فاركو، قولوا امين. شكري نجيب بيسجل الهدف الاول لفاركو بغلطه من حسام عبد المجيد. ده انا فيديو امبارح يا حسام قايل لك يا حسام يا عبد المجيد يا زناري خدوا بالكم يا دفاع الزمالك. ايه ده؟ دفاع شوارع، يعني حسام عبد المجيد بيقلش، شكري نجيب ما بيسميش. يلا الهدف الاول لفاركو 1-0 والدقيقه 6 ولا 7. ايه ده يا جدعان؟ يعني ما اتعلمناش من غلطه ماتش غزل المحله يا اخواتي؟ هو كل مره كده اقسم بالله حرام. والله العظيم الونش كان شايل كتير قوي، اقسم بالله الونش كان مداري وشايل كتير قوي. يا رب الونش يرجع، ده احنا عندنا المباراه الجايه شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا مش فاركو في الدوري. ربنا يستر والله العظيم، ربنا يستر. الزمالك تقريبا كده يعني واقف تايه في الملعب، تحس ان الجو ساقع، اللعيبه سقعانه، اللعيبه بردانه، عايزين حد يشخط فيهم ويدفيهم. في ايه يا جدعان؟ 1-0 لفاركو، ربنا يستر والله العظيم، ربنا يستر. هو استفسار بسيط بس والله، هو كابتن عمرو السيسي بيلعب مع مين؟ يعني كابتن عمرو السيسي بيلعب مع مين؟ وسط ملعب الزمالك رايح في داهيه، حرفيا وسط ملعب الزمالك اقسم بالله كانه مش موجود. بنلعب بثلاثي في خط الوسط، كابتن عمرو السيسي وكابتن نبيل عماد دونجا وكابتن سيف فاروق جعفر كانهم مش موجودين. محمود حماده في فاركو بالثلاثه، اقسم بالله محمود حماده واحمد الصغير موكلين خط وسط الزمالك. الكره يعني احنا استحواذ سلبي وهجمات مرتده خطيره جدا لفاركو، وربنا يستر وما يسجلوش الثاني. والله ربنا يستر وما يسجلوش الثاني، والله لسه بقول لك ربنا يستر وما يسجلوش الثاني. عمرو جمال والهدف الثاني. يعني ايه الدفاع ده؟ محدش بيضغط، بيستلم لوحده وبيشوط بوحده وبيعزم على الكوره وبراحته خالص. 2-0 لفاركو يا جدعان. لما قلت امبارح الماتش صعب على الزمالك وسهل على فاركو، كله قاعد يقول لي انت ليه بتقول كده؟ انت ازاي تقول كده؟ ده الزمالك في المركز الرابع. اهو نص ساعه لعب، 30 دقيقه لعب و2-0 لفاركو. ربنا يستر والله العظيم، ربنا يستر من سيناريو بقى غزل المحله والنتيجه ما تكبرش. يا رب فاركو ما يطمعش في الزمالك، لانه والله العظيم حرام، اقسم بالله حرام. اللعيبه واقفه بتتفرج على عمرو جمال، لا دفاع بيضغط ولا خط وسط بيضغط. بقول لك ايه، روح بص كده على الهدف وقول لي الزناري بيعمل ايه. لا بجد والله، روح بص على الهدف وقول لي الزناري بيعمل ايه. محمود حماده بيستلم الكرة على صدره ودفاع الزمالك بيبص عليه. مش المهم ان هو استلم الكرة على صدره، المهم ان هو باص الكرة لمين؟ لعمرو جمال بأريحية، مفيش حد بيضغط، اللي هو بيعزم على الكرة وبيستلم وبسم الله وبيشوط ومحدش خلاص. اللعيبه واقفه بتتفرج، اللعيبه واقفه بتستمتع بالمباراه في ارض الملعب، اللعيبه بردانه مكسله تضغط. بالله عليك تروح تبص على الزناري، مصطفى الزناري، تشوفه بيعمل ايه. بالله عليك يا شيخ تقول لي ده مدافع نادي الزمالك ازاي؟ ده احنا رايحين نلاعب شباب بلوزداد يا جدعان، احنا رايحين نلعب في افريقيا يا جدعان، ارحمونا والله العظيم حرام. بص الواد مصطفى شلبي، يعني يا مصطفى شلبي ابوس ايدك حللها، ابوس ايدك يا مصطفى شلبي حللها يا اخي حسسني ان انت بتلعب معانا يا اخي. اقسم بالله انت مالكش اي دور في الفرقه، اقسم بالله كانك ما جيتش اصلا. والله لو بنلعب ناقصين هيبقى افضل. انت ايه تاثيرك في الملعب؟ انت موجود في الملعب ليه يا ابني اصلا؟ يعني انا عايز اعرف يا مصطفى شلبي انت في الملعب بتعمل ايه؟ انت وينج ليفت للزمالك ولا باك ليفت ولا باك رايت؟ بقى باك رايت لفاركو. انت فين يا ابني؟ انت ما جيتش يا ابني اقسم بالله، ومش اول ماتش ولا اخر ماتش ليك يا اخي. نفسي افتكر لك لقطه اقسم بالله. ايه ده يا جدعان؟ لعيبه تاني عمرو السيسي انا مش عارف هو بيعمل ايه. يعني انا نفسي حد يقول لي عمرو السيسي دوره ايه في الملعب، توظيفه ايه في الملعب. يعني ده لا 6 ولا 8 ولا 10 ولا خط وسط ولا وينج ولا ايه ده بيعمل؟ ده ماشي في نور الله. عمرو السيسي ماشي في نور الله. ادعي واقول يا رب والله العظيم بقول لك بنلعب ناقصين، والله العظيم بنلعب ناقصين.
4 دقايق وقت بدأ ضايع في الشوط الاول. اتمنى الزمالك يسجل، اتمنى الزمالك يسجل دلوقتي هدف يسهل علينا المباراه في الشوط الثاني، لان لو النتيجه فضلت 2-0 خلاص انسى. الشوط الثاني كابتن طارق العشري هيركن الاتوبيس بقى ومش عايز حاجه، ما خلاص الراجل كسبان 2-0 عايز ايه تاني؟ كسبان الزمالك 2-0. اي حد عايز نقط او اي حد عايز يكسب الزمالك يلعب الزمالك دلوقتي. الزمالك مستباح، لا دفاع ولا هجوم ولا خط وسط، الزمالك حرفيا واقع. جيسوالدو فيريرا قاعد على الكراسي ولا في الدماغ اصلا، وكابتن اسامه نبيه واقف على الخط عمال يزعق للعيبه. انت بتزعق في مين يا كابتن؟ خلاص الشوط الاول انتهى خلاص. الشوط الاول بينتهي بنتيجه 2-0 لصالح فاركو على نادي الزمالك. اللي قلته امبارح اقسم بالله حصل بالنص. اصل انا عارف الزمالك، اقسم والله العظيم عارف الزمالك. اتمنى الشوط الثاني بس النتيجه ما تكبرش، يعني النتيجه ما تبقاش 3 أو 4. والله دي امنيات عندي ان النتيجه ما تبقاش 3 أو 4، لان فاركو لو فضل كده والله هيكسب الزمالك 3-4. ربنا يستر ان شاء الله.